السلام عليكم يا اغلى مشتركات على قلبي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي. قبل ما نبداو الفيديو صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والفيديو تاع اليوم على بالي باللي فيديو بزاف قديم تاع المولد النبوي الشريف. ايش عارفه تقولوا رمضان حيدخل مي معليش، حبيت نشاركوا معكم باه تدوا منه وصفات وافكار كيفاش تحطوا طاوله رمضان. تدوا وصفات تاع تريده، دجاج محمر، الرز، خطايف، تمر محشي، تيراميسو، للسهرات الرمضانيه ذو كامل تحقون في رمضان. لا غالب الملات ما كنتش نحط لي فيديو، هذا وين راني نحط لي فيديو، ما بداش يكفيني الوقت ما بين الخدمه ولي فيديو تاع اليوتيوب، ما نظمتش وقتي كامل. هذا وين بديت ننظم شويه وقتي. مي الحمد لله يا ربي، ان شاء الله يا ربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان، تصوموا بالصحه والهنا وان شاء الله يا ربي. اني عارفه بلي فيديو قديم، حبيت نشارك معكم الاجواء تاع مولد النبوي الشريف كيف فوتناه. زيدوا تدوا منه افكار ووصفات لرمضان الكريم ان شاء الله يا ربي. لنا حنبداكم بالتريده مرقه بيضه. انا دائما تريده نديرها مرقه بيضه. شحال من مره قلت لكم في دارنا ما يحبوش ياكلون المرقه حمراء تاع طعام ولا تريده ولا شخشوخه، ما يحبوش مرقه حمراء. على هذيك اللي ندير بزاف مرقه بيضه. انا تريده درت لها شويه زيت كي حليتها من الساشي، درت لها شويه زيت ما تتعجنليش في الطفوار، وخليتها بالجبن. انا حنفورها 3 طفويرات وانتم تقدروا تفوروها 2 طفويرات حتى 3. راح نبدا بالمرقه بيضه. مرقه بيضه تتلام مغرفه صغيره سمن، مغرفه صغيره زبده، وشويه زيت. نحب تجيها شويه فيها ليده. درت لها حبه بصل مكرفجه ولا مرابيه في الميكسور، ودرت مورسو تاع الدجاج ولا اللحم، درت فلفل الكحل، كركم، الزنجبيل والتوابل تاع الدجاج، ووحده جامبو والملحت، ودرت عود قرفه. لهنا تقدروا ديروا قرفه مطحونه ولا ديروا عود قرفه، انا من الافضل ندير قرفه مطحونه. ودرت الحميصه، لان الحميصه كانت طيبت لي نص طياب على هذيك اللي درتها مع الاول، ونقلي كلش مع بعض تتقلى مليح. لهنا المرقه راح نديرها بلا خضره، راح نديرها غير بالدجاج وليبول تاع الفيونداشي. لهنا تقدروا ديروا الخضره، القرعه والزروديه كيما درتها لكم المره اللي فاتت، درتها لكم بالخضره. لهنايا حنفورها الطفويره الاولى. انا نفور على المرقه، نتوما تحبوا تفوروا على الماء ولا تفوروا على المرقه. انا دائما حابه نفور على المرقه. البنات لا غلط في الهضره ولا استسمح منكم، نفورها الطفويره الاولى ومن بعد نشربها. يعني راني جايتكم فيديو شويه بشويه. لهنا جيت نحضر الفيونداشي تاعي، راح نديرو في لاصوص تاع التريده. درت الفيونداشي شويه بيض، ملح وكمون، عفوا ماشي كمون، ملح، فلفل الكحل، كركم، زنجبيل، نفس التوابل اللي درتهم في المرقه. درت لهم غير لا شابليغ باش يجينا اللحم تاعنا طري. هذا ما كان. ولهنايا بعد ما هذيك التريده فارت لي الطفويره الاولى، راح نشربها بكاس ماء والملح. لان التريده نشريها من برا نملحها، واللي يخدمها في الدار يعرف الملح تاعها. شربتها مليح ونخليها تشرب. كي تشرب لي مليح حوالي 20 دقيقه حتى نص ساعه، كي تشوفها تشربت لكم مليح فوروها الطفويره الثانيه. ودائما انا نفورها على المرقه. لهنا بعد ما هذاك الدجاج تخلو طياب سي بون، وهذيك الحميصه الثانيه دخلت لها طياب، درت لي بول تاع لافيونداشي تاعي. هنا راكم فاهميني كامل. تريده كامل راكم فاهمينها، وتجي واحد البنه يا البنات بنينه بزاف. سيتو كي ديروها بمرقه بيضه، سيوها بالمرقه بيضه، خاطر راني عارفه شت شحال من فيديو شحال من وحده دارتها مرقه حمراء. انا لهنا درتها مرقه بيضه، وان شاء الله نسييها لكم مرقه حمراء باذن الله. ان شاء الله نسييها مرقه حمراء. لهنا حنفورها الطفيره الثالثه. بعد ما فورت الطفيره الثانيه وخليتها تشرب ثاني، خليتها تريح شويه، فورت الطفيره الثالثه بيدخلها مليح الطياب. بعد ما فرتي الطفيره الثالثه ودخلها الطياب، هذيك المرقه صفيت الدجاج وصفيت الفيونداشي تاعي وصفيت الحميصه وخليت المرقه صافيه. درت التريده تاعي ودرت لها 2 مغارف كبار زبده وخليتها تشرب. تجيكم ولا اروع وتجيكم بزاف بنينه. لأنا بعد ما كملت التريده تاعي جيت ندير الدجاج تاعي محمر في الفور. لأنا طيبت الرز عادي في الملح والماء، ولهنا جيت ندير تتبيله تاع الدجاج روعه. درت المعدنوس، البصل، الثوم، مورطات، مغرفه كبيره، طوماطيش، الملح، فلفل الكحل، كركم، زنجبيل، التوابل تاع الدجاج، راس الحانوت، ودرت له مغرفه زيت، ودرت لا موطارد. هذا واش درت لهم. وبعد كي وميكسيتهم مليح هذيك التوابل ودرتها في الدجاج. وبعد درت الرز درت له لي زابا كنت طيبتهم بنفس التوابل تاع الدجاج.
وفرشيت هذاك الرز في الدجاج. ومن بعد درت لاصوص تاع الزيتون الموف، هذاك الزيتون اللي يطلق شويه بالمروريه. نفس التوابل اللي درتهم في الدجاج هما التوابل اللي درتهم في لاصوص، ما عدا نحو المعدنوس ومن غير الكبيره تاع الطوماطيش. وتزيدوا التوابل تاع الدجاج زيدوها من غير صغيره حسل، بصح في تاع الزيتون نحو الحسل والطوماطيش والمعدنوس ونفس التوابل. ومن بعد تمرقوا وترموا الزيتون وديروا الدجاج تاعكم. كي تسيبوا الدجاج طاب نص الطياب ديروا نحوه صفوه وديروا له شويه زبده ودخلوا الفور يكمل طيابه، يجيكم دجاج محمر بنين. لهنا راني ندير في التمر المحشي. هذاك التمر المحشي حشيته بالكاوكاو وحلوة الترك ولميته بالحسل. هذا ما كان. حليت حبة تاع التمر نحيت لها الاخر العظمه تاعها وحشيت التمر تاعي بالكاوكاو ودرت له بالشيكولا بلون والشيكولا نوار وزينته بالشيكولا هذاك ترانسفير تاع مولد النبوي الشريف والجوز واللوز والاخر نوازات. لأن التزيين اختياري، كل واحد كيفاش يحب يزين الكاطو تاعو. قلت لكم شحال من مره التزيين ما تقيدوش باش نزين انا، كل واحد وحر في التزيين وكل واحد وعلى حساب مقدوره. راكم فهمتوني؟ حتى هنا التمر كيفاش درت له المقاطع تاع التمر راحوا لي كيفاش لا فاكس تاع التمر راحوا لي هذاك المقاطع. قلت لكم درت الكاوكاو حمصته كما راكم تشوفوا فيه تاع القطايف وخليته شويه خشين. درت له حلوة الترك وشويه سكر من غير صغيره سكر، ما تكثروش السكر خاطر حلوة الترك حلوه. وتلموه بالحسل ولا ما ديرولوش كامل السكر، راح تلموه بالحسل. وحشوا التمر تاعكم يجيكم التمر ولا اروع. ولهنا تقلاصوه بالشيكولا، انا قلاصيته بالشيكولا بلون والشيكولا نوار. والتزيين يبقى اختياري. انا ذاك الترونسفير تاع المولد النبوي الشريف شريته عمرته بشيكولا نوار وشيكولا بلون كيما شفتوني في الفيديو. لان راني ندير معكم القطايف حطيت لكم بوصفه كامله وحدها راهي في القناه قبل هذا الفيديو. قطايف تاع الفور تاع الفرن درتوه في الفور. عندي قطايف تاع المقله ومن بعد نحط لكم الفيديو تاع القطايف تاع المقله. يعني راني دايره عامل وصفات البنات، راني دايره الوصفة التيراميس والقطايف الطمينة البقلاوة عش البلبل. راني دايره عامل وصفه وما حطيتش ما كفانيش الوقت. ان شاء الله بشويه نبدا نحط لكم الوصفات. والوصفات تاع الكاطو وقيله عندي 21 وصفه تاع الكاطو، غير الوصفه اللي تقول لاختها بعدي وتجيب بزاف بنينه. لهنا جيت نحط لكم لهنا بعد ما كملت القطايف. لهنا راني مع الطمينه حمصت السميد يكون متوسط على الطمينه، كيلو ونص حسل مع كيلو زبده ذوبتهم. درت لهم شويه حلوه الترك ودرت الطمينه تاعي. ولهنا التزيين تاع الطمينه قلت لكم اختياري. لهنا راني نوجد السلطه مولد النبوي الشريف كما قلت لكم. هذا الفيديو قديم شويه ما تضحكوش عليا، يعني عارفه باللي رمضان بقى له يومين وانا راني مع المولد النبوي الشريف. الله غالب والله ما كنت نقدر نحط الفيديو. هذا الفيديو كون ما صدتوش باللي تسحقوا الوصفات ما نحطوش خاطر غاني بالوصفات وفي شحال من وصفه. على هذيك اللي حطيته الفيديو تاعو. لهنا الطمينه شفتوني كيفاش زينتها في الفيديو. وشيت هذاك الترانسفير تاع المولد النبوي الشريف ان شاء الله نحطها لكم في وصفه وحده تاع الطمينه تسحقوها من رمضان او جاي مناسبات. ولا هنا راني ندير في التيراميسو وصفه سهله واقتصاديه وبزاف بنينه. درتها بالكريم شانتيي والكريم فريش. نحطهم لكم فيديو وحده ان شاء الله هذا الوصفه وتجيكم بزاف بنينه باللي بودواغ وتيراميسو يا البنات جا بزاف بنين واقتصادي ان شاء الله. مور هذا الفيديو نحط لكم يا الفيديو تاع المشتريات يا نحط لكم فيديو تاع تيراميسو واحد منهم. المهم مور هذا الفيديو بعده يا نحط لكم مشتريات ونحط تيراميسو يا نحط تيراميسو ونحط مشتريات. المهم وصفه تاع تيراميسو ونحطها لكم ان شاء الله باذن الله قبل رمضان. وهذه هي الطاوله تاع سهره المولد النبوي الشريف. فيها صوص بلانش تاع التريده، فيها تريده باللحم والدجاج مع التالي زينتها بالبيض ورشه قرفه من الفوق. الرز دجاج محمر، درت شلاضه تاع الخس عادي
لهنا ددو أفكار لطاولة رمضان إن شاء الله، ولا ددو أفكار لسهرة رمضان طاولة تاع السهرة فيها قطايف تمر محشي وتيراميسو نحو غير الطمينة. ولكن البنات كاين يحب ياكل الطمينة في رمضان، بالك اللي يشهى يا البنات الخطرة وتخلطت لي يتشهى الطمينة في رمضان. كاين يتشهى الطمينة في رمضان ويدير الطمينة في رمضان نورما كيما أنا خطرة تشهيت المحاجب في رمضان ودرتهم البنات وجاو بزاف بنان وتكلوا. لأن هذه سهرتنا تاع المولد النبوي الشريف اللي كنت درتها جات سهرة بسيطة نورمال، احنا العائلة ما عرضنا ما والو غير بابا يما وخاوتي واختي، ونقول ان شاء الله دائما ملمومين ان شاء الله يا ربي، والعقوبه عام الجاي ان شاء الله. واللهم بلغنا رمضان ان شاء الله يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين، وان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا. ونقول لكم يعطيكم الصحه كامل، وان شاء الله راني رجعت للقناه تاعي، ادعموني شويه البنات. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اشتراك والجيم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما قلت لكم ما تضحكوش عليا، فيديو قديم وهدرت فيه بزاف باش تفهموني وان شاء الله تكونوا فهمتوني. وهذه هي سهرتنا، شعلنا شويه نوالات مع شويه حنه، لازم المولد النبوي فيه الحنه، درنا حنه نوالات، سهرنا سهره بسيطه مع العائله. الله يدوم المحبه ان شاء الله، والله دائما نكونوا ملمومين ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله تفرحوا، وان شاء الله ربي يسعدكم ان شاء الله. وفي الاخير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وتكملوا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه ان شاء الله، ومع السلامه.